شعبنا شعب طيب، شعبنا شعب دايما عطاء. فنتمنى ان شاء الله باذن الله واحنا بنوجه الرساله دي ان فعلا الناس كلها تساند والناس كلها تساهم والناس كلها تساعد اخواتنا طبعا في الصومال، لان يمكن شايفين الوضع اللي موجوده في الصومال دلوقتي، وشايفين اطفالنا الصغيرين وشايفين اولادنا واهالي واخواتنا هناك طبعا. فنتمنى طبعا المسانده ونتمنى المساهمه في الايام اللي احنا فيها دي وفي الايام المباركه اللي احنا فيها دي. اتمنى الناس كلها تساند، الناس كلها تساهم، الناس كلها تساعد، لان ممكن الموقف ده اي حد يتعرض له. ودايما شعب مصر معروف عنه ان شعب طبعا في المواقف الصعبه وفي الازمات يعني بيبان قد ايه معدنه. وده اللي بنتمناه ان شاء الله باذن الله، ان الشعب كله يعني كلنا نبقى ايد واحده، وكلنا يعني نوجه رساله لبعضينا ان فعلا نساعد اخواتنا في الصومال ونساعد اولادنا الصغيرين، لان كل يوم بنشوف اطفال بتموت. يعني اعتقد ان شعب مصر مش محتاج طبعا رساله، ولكن ان شاء الله باذن الله هنقدر نساهم وهنقدر نساند وهنقدر نساعد اخواتنا في الصومال ويعدوا الازمه دي، عشان ان شاء الله ربنا يبارك لنا وما احنا ما فيش حد فينا يتعرض لازمه زي تاني في اي دوله وفي اي دوله كبيره ان شاء الله. ويمكن طبعا لجنه الاغاثه طبعا الانسانيه يمكن قايمه بدور كبير وقايمه بمجهود كبير. نتمنى ان شاء الله باذن الله الناس كلها تساعدهم والناس كلها تساندهم. وحتى لو يمكن في ناس ممكن يعني تشوف ان حتى اي حاجه، طبعا اي حاجه ان احنا نساند الناس دي ونساعدهم، ولو حتى باي مساهمه باي حاجه بسيطه، لان فعلا حتى ولو الحاجه البسيطه دي طالما طالعه بنيه صافيه وبنيه سليمه اكيد ربنا هيبارك فيها وهتبقى كبيره، وعلى الاقل ممكن تنقذ طفل صغير من الموت.